جود كانت أسعد بنت في الفصل. باباها جاب لها اللعبة اللي كانت بتحلم بيها من زمان. تاني يوم خدت جود لعبتها معاها المدرسة. كانت عينيها بتلمع من الفرح وشايلة لوليتا كأنها كنز. ولما وصلت راحت بكل فخر لأصحابها وقالت: دي لوليتا، لعبتي الجديدة. وكانت متحمسة تشارك فرحتها. لكن نور أول ما شافتها ضحكت وقالت: دي قديمة خالص، أنا عندي واحدة بتغني وبتتكلم كمان. وسيف جه وقال بصوت عالي: أنا لعبتي من دبي، أصلية، دي ب3000 جنيه. وقعدت لوحدها على دكة في ساحة المدرسة، شايلة لوليتا في حضنها وساكتة. جود بصت على لوليتا وفرحتها تحولت لسكون. بدأت تحس إن لعبتها مش قد كده. لكن في الفسحة كل حاجة اتغيرت. لعبة نور باظت، ولعبة سيف وقعت واتكسرت. أما لوليتا كانت لسه شغالة ولسه بتضحك، ورجعت البسمة تاني على وش جود. وقالت جود بصوت هادي: بابا جابهالي بحبه، ودي بالنسبة لي أحلى من أي لعبة في الدنيا. لو شفت حد فرحان بحاجة حتى لو كانت بسيطة، ما تحاولش تكسر فرحته ولا تقلل منها. افرح معاه ودعمه بكلمة حلوة، لأن ممكن الحاجة اللي شايفها بسيطة تكون بالنسبة له كل حاجة. المقارنة عمرها ما بتخلي حد سعيد، لكن الامتنان بيخليكي أغنى واحدة في العالم. وعلى فكرة، الدرس ده مش للصغيرين بس، احنا كلنا بنقارن نفسنا بغيرنا أوقات كتير، بس اللي فعلا كسبان هو اللي يعرف قيمة اللي معاه ويرضى بيه.